السلام عليكم وتحياتي لجميع المتتبعي قناة أراضي الخير، ومرحبا بكم عند جمال الوسيط العقاري لجهة صفرو. واليوم عندنا لكم عرض بالنسبة للعشاق ديال الفيرمات ديال الزيتون. هذه فيرما ديال الزيتون 10 الهكتارات، تيتر محفظة. بالنسبة للطريق حتى لعندها الضو قريب، الماء قريب، كلشي قريب. بالنسبة للقودرون، الطريق الكبيرة الناسيونال، الطريق الوطنية اللي كتربط ما بين فاس وجدة، ما بعيداش عليها بزاف، حتى ب4-5 الكيلومتر. الطريق اللي عندها مزيانة، دوز شتا وصيف. مازال تشوفوا كلشي على هذا الفيديو هذا. قريبة لمدينة فاس، تكون واحد 45 كيلومتر. قريبة لمدينة الفيلاج ديال راس تبودة وبيرت مطم في الإقليم ديال صفرو. الزيتون ديالها هانتوما تشوفوه، اللهم بارك وزيد في ذلك، كله صادق تبارك الله. مزربة بهذا الزيتون هذا كاملة من الجهة اللي جهة الطريق، مزربة بالزيتون كاملة مشدود، دايرة بالسياج بالبيكيات والزرب والسلك، هانتوما غتشوفوه. فيرما ديال الزيتون 10 الهكتار، مغروسة كاملة بالزيتون. فيها بير، وفيها حتى واحد البليصة خاوية اللي بغى يدير فيلا ديالو ولا سكن ولا كوارا ولا اللي بغى. هانتوما تشوفو كاملة غادي، اللهم بارك. وما بعيداش بزاف كذلك على الخرجة ديال لوطوروت ديال راس تبودة، يعني حتى اللي جا من المدن المغربية ولا من المدن البعيدة وجا على لوطوروت غادي يخرج إلى عندها 4 ساعات ديال الطريق حتى ل3 ساعة حتى لعندها. هانتوما السياج هو هذا، والطريق اللي كتدخلها هي هادي، بيست مزيانة بيبليك لكلشي. قرابين لها كذلك، ما جاتش في الخلا ولا شي حاجة، قرابين لها فيرمات، قرابين لها كوارا، قرابين لها ديال الابقار وديال الاغنام، على حساب المشاريع الفلاحية اللي دايرين بها. والمنطقة معروفة بالامان ومعروفة بالفلاحة ومعروفة بكلشي. وبالنسبة للثمن ديالها 13 مليون للهكتار، وقابل ان شاء الله الرحمن الرحيم للنقاش. اللي جا وعجباتو الارض وشافها وعجباتو الفيرما، راه 100% الناس اللي غيزوروها غتعجبهم، لان منطقة كما كتشوفوا فيرما هي هادي غادية كاملة طبلة وحدة، التربة ديالها فلاحية، طريق المحافظة كلشي على جنبها، جوار. وكذلك ما بعيداش عليها بواحد 3 كيلومتر كاينه 14 الهكتار خاوية، اللي بغى يغرسها ولا اللي بغى يستثمر فيها موجودة. الثمن ديالها 7 المليون للهكتار، 14 الهكتارات. وبالنسبة لهاد 14 الهكتار فيها شوية الأرض اللي ميالة شوية، ولكن كاملة كتحرث بالتراكتور وكتحصد بالماكينة. إنما مازال كيديرو فيها الزراع ويديرو فيها القماح، الفول، الشعير، المسائل الأخرى الفلاحية اللي كتزرع، كاملة كتحرث بالتراكتور وتحصد بالماكينة. يعني ماشي داك الميل اللي ما صلحش، وإنما غير ميالة شوية وصافي. وبالنسبة لهاد 10 الهكتار راه فيها ثمن مزيان، فيرما واجدة، يبقى لها غير السكن بوحدو. وتحية لكل المتتبعين الكرام داخل أرض الوطن وخارجه،
تحية للناس اللي زارونا وشفناهم وشافونا وتعرفوا علينا، والحمد لله. هاد الميدان هذا لقانا غير مع الناس المزيانين والناس الملاح، اللهم لك الحمد، ولا اللي يحشمنا ولا يخلينا في سباقتنا دائما. وعندنا كذلك بعض النماذج راهم معروفين وعارفين راسهم، راني كنهضر عليهم دابا، اللي غاديين بواحد النقد الهدام، اللي ما كنعرفهمش واش تقدر يكونوا كيعرفوني ولا هذا، ولا غير الحسد، ولا بزاف ديال هذا. ما كنقدرش نجاوبهم شي جواب كيما داكشي اللي كيديروا في بعض الكومونتيرات، لان الا درتي بحالو اللي درتي بحالو باش فتيه، وكما كيقولوا حاشاكم بعدا القافله تسير والكلاب تنبح. اللهم لك الحمد. حنا خدامين، والناس اللي كيشريو ويجيو يشوفوا الارض راهم ما كيبانوش حتى كيجي يشوف الارض، وكتبقى العلاقه زوينه وكتبقى المعرفه مزيانه، اللهم لك الحمد. واللي ما خداش كيبقى يتسنى عاود تيلقى شي عرض اللي يعجبو، واللهم لك الحمد. انا الناس اللي كيجيو عندي ما كنبخلش عليهم، واخا يجي على هاد الفيرمان نوريه 2 3 4 وحتى كيمشي على خاطرو. هانتوما تشوفوا السكان قرابين، الطريق حتى لعندهم راه دايز على هاد الفيرما هادي، على الجنب ديالها.